هل الرفض بيكسر الدماغ فعلا؟ في الحقيقة الرفض بيوجع الدماغ فعلا، ومش بس بيوجعها، كمان ممكن يأثر عليها بطرق كتير شبه الألم الجسدي بالظبط. الموضوع مش مجرد شعور عابر، دي عملية معقدة بتتم جوه دماغنا ولها تأثيرات حقيقية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من زائد. كتير مننا مر بتجربة الرفض، سواء كانت في علاقة، في شغل، في صداقة، أو حتى مجرد إحساس إنك مرفوض من مجموعة. الإحساس ده ممكن يكون أقوى بكتير من الألم الجسدي، وساعات بيفضل معلم فينا لوقت طويل. السؤال هنا بقى، ليه بنحس بالوجع ده؟ هل الرفض ده بيأثر على دماغنا فعلا؟ الرفض بيكسر الدماغ أو بيوجعها بشكل حقيقي وملموس، ومش بس كسر مجازي، ده كسر بيحصل على مستوى الكيمياء والأعصاب. العلماء بيسموا الألم ده الألم الاجتماعي، زي ما في ألم جسدي لما تتخبط أو تتعور، في ألم اجتماعي لما تحس بالانفصال أو الاستبعاد. دراسات علمية كتير، خصوصا اللي بتستخدم تقنية الرنين المغناطيسي الوظيفي، أكدت إن ألم الرفض مش مجرد كلام أو إحساس نفسي وبس. لما العلماء عملوا تجارب على ناس بيتعرضوا للرفض، زي مثلا إنهم يلعبوا لعبة ويتم استبعادهم منها بشكل مفاجئ، لاحظوا حاجة غريبة جدا. المناطق اللي بتنشط في المخ عند الإحساس بالرفض هي نفسها المناطق اللي بتنشط لما نحس بالألم الجسدي. المناطق دي اسمها القشرة الحزامية الأمامية الظهرية، ومنطقة تانية اسمها الجزرية الأمامية. المناطق دي هي اللي بتعالج الإحساس بالألم والتجارب العاطفية السلبية. معنى كده إن مخك بيستجيب للرفض كأنه ضربة حقيقية أو جرح، وده بيفسر ليه الرفض ممكن يخليك تحس بتعب جسدي أو فقدان شهية أو صعوبة في النوم. ده بيرجع لآلاف السنين من التطور البشري. زمان البشر كانوا بيعيشوا في مجموعات صغيرة، البقاء على قيد الحياة كان بيعتمد على الانتماء للمجموعة. لو كنت مرفوض من قبيلتك أو مجموعتك، ده كان معناه الموت المحقق، مفيش حماية، مفيش أكل، مفيش دعم. فالمخ طور نظام إنذار مبكر قوي جدا للرفض. الإحساس بالوجع الشديد ده كان وسيلة عشان يدفعنا إننا نعمل أي حاجة عشان نفضل جزء من المجموعة، لأنه ده كان أهم شيء لبقائنا. النظام ده لسه شغال بنفس الكفاءة والقوة لحد النهاردة، حتى لو الرفض حاليا ما بيوصلش للموت، بس المخ ما بيفرقش، هو شايف ان الرفض يعني خطر وجودي. اول حاجة بيأثر على قدرة التفكير واتخاذ القرار. يعني لما مخك يكون في حالة ألم اجتماعي، ده بيستهلك كتير من موارده المعرفية. ممكن تلاقي نفسك مش قادر تركز، بتاخد قرارات مش كويسة، او بتتصرف باندفاع. تاني حاجة بيقلل الاحساس بتقدير الذات. الرفض بيخليك تشك في قيمتك او في انك تستحق الحب والتقدير، وده ممكن يخليك تحس انك مش كفاية او ان في عيب. تالت حاجة بيزود الحساسية للانتقاد. لما تكون مجروح من الرفض، اي نقد بسيط ممكن يتحول لألم كبير جدا، لان مخك بيكون في حالة تأهب للدفاع عن النفس. رابع حاجة بيغير سلوكياتنا الاجتماعية. بعض الناس بعد الرفض ممكن ينعزلوا عن الناس خوف من ألم جديد، وناس تانية ممكن يبقوا عدوانيين أو يبدأوا يرفضوا الناس قبل ما يتواجهوا بالرفض تاني. خامس حاجة بيأثر على الصحة الجسدية، وزي ما قلنا الألم مش بس نفسي، الضغط النفسي الناتج عن الرفض المستمر ممكن يأثر على جهاز المناعة وعلى النوم وعلى الشهية وعلى الصحة العامة كمان. دراسة زي دراسة جامعة ميتشيغان مثلا، دي أشهر دراسات العلماء جابوا ناس اتعرضوا لرفض عاطفي قريب زي الانفصال. لما شافوا صور الشخص اللي رفضهم، نشط عندهم نفس مناطق المخ اللي بتنشط عند الألم الجسدي. والأهم إن لما ادوهم مسكنات للألم الجسدي، الألم الاجتماعي بتاع الرفض قل كمان، وده كان دليل قوي جدا على إنه المخ بيعالج النوعين من الألم بنفس الطريقة. تاني دراسة، دراسات العزل الاجتماعي. في تجارب كتيرة بتتعمل للناس بيتحطوا في موقف عزل اجتماعي، زي لعبة رمي الكورة اللي بيتم تجاهلهم فيها، والنتائج دايما بتأكد تنشيط مناطق الألم في المخ. وبما انه الرفض بيوجع بجد، كان لازم نتعلم ازاي نتعامل معاه عشان نحمي دماغنا ونفسيتنا. اول حاجة، ما تعتبرش الموضوع شخصي. كتير من الرفض بيكون سببه حاجات ملهاش دعوة بيك انت كشخص، ممكن تكون ظروف الطرف التاني او عدم توافق طبيعي. تاني حاجة، عالج الألم زي الألم الجسدي. لو متضايق جدا، ادي لنفسك وقت للحزن، اعمل حاجات بتريحك، اتكلم مع ناس بتفهمك وتدعمك. تالت حاجة، افهم ان الألم ده مؤقت زي اي ألم، هو بيعدي، المهم ما تفضلش مستسلم ليه. رابع حاجة، ركز على قيمتك الذاتية. الرفض ده رأي شخص واحد أو مجموعة واحدة، مش بيحدد مين انت. قيمتك مش مرتبطة برضا أو قبول الآخرين ليك أبدا. ما تنعزلش. صحيح الميل الأول ممكن يكون انك تبعد عن الناس، بس ده بيزود الألم. حاول تتواصل مع ناس بتحبك وبتقدرك. سادس حاجة، اتعلم من التجربة. كل تجربة رفض مهما كانت مؤلمة ممكن تكون درس ليك عشان تتعلم ايه اللي مش مناسب ليك، او ايه اللي ممكن تعمله بشكل مختلف
المرات اللي جاية.